بس قولي انت بتكتب ايه؟ انا بكتب كل اللي حصل. انت عارف ان الحملة دي الملك أثر فيها حوالي 7000 من المتمردين؟ ايوه عارف وكتبتها. طب تعرف بقى حكاية الملك سنفرو مع سمكة اللؤلؤ؟ الملك سنفرو وسمكة اللؤلؤ؟ ايه الحكاية دي؟ شفت اهو انا اعرف اللي ما تعرفوش يا يحيى. احكي بقى يا سينو. كان يا مكان الملك سنفرو قاعد حزين وقرر يخرج في رحلة نيلية، وفعلا خرج الملك للنزهة النيلية وبقى قاعد يتأمل في مياه النهر العظيم والموسيقى الخلابة اللي طالعة من آلات العزف كأنها فراشات بترفرف حواليه. وفجأة تقع الحلية اللي في شعر واحدة من العازفات وكانت على شكل سمكة من اللؤلؤ. وما كان من الملك سنفرو الملك الطيب إلا إنه استعان بالكاهن الأكبر في قصره واللي قدر يخفي ماء البحيرة كله بقدراته السحرية. وبعدها لقوا سمكة اللؤلؤ ورجع الكل سعيد وبيغني زي الأول.